ورينا الفيديوهات اللي فاتت قسم الطب البشري، المره دي بقى ايه قسم العلاج الطبيعي. انا دكتور ابراهيم، كليه ايه؟ واعرف الناس كده بس كده نفسك. دكتور علاج طبيعي في الامتياز دلوقتي في كليه MTI، شغال هنا في دايتا شيت 7-8 شهور كده. عايز بقى قصه كده عن عميل وتحكي تعاملت معاه ازاي. كيسز كتير بتيجي طبعا، بس في كيس بتبقى موست كومن كيس في مفصل الكتف. عند كل الناس اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها. وطبعا ايه لما حد بيجي متشخص بالتهاب مفصل الكتف ممكن يبقى راح لدكتور، ممكن يبقى هو شاف على النت وشخص من نفسه. بس الكيس دي كانت مختلفه شويه، لان كان في حاجه حصلت اكتشفنا ان مش ده، لا هو مش ده التهاب بس، لا ده في حاجات كتير قوي، واحنا لو كنا فضلنا نعالج مثلا في فتره طويله قوي ما كانش في الاخر هيتحسن. الكيس دي كان ضابط في الجيش، كان عنده 30 سنه. طبعا كاتب في الفورم وان هو عنده التهاب في مفصل الكتف، ما بيقدرش يتمرن تمارين كتف كويس وتمارين البريس. كان عنده فورورد هيد، ان رقبته طالعه لقدام شويه. فسالته هو انت بتقعد كتير؟ قال لي انا دلوقتي الفتره دي اعمالي ببقى قاعد كتير وبسوق كتير وكده. قلت له طب هو كان في وجع في رقبتك؟ قال لي الوجع بيبقى بسيط قوي، الوجع مش شديد. قلت له بس اصل احنا رقبتنا طالعه لقدام، مش شرط يبقى في مشكله معينه، بس ممكن يبقى ضعف في عضلات معينه. لان قال لي انا ساعات بحس بوجع ومش عارف ايه وبتاع. بس قال حاجه ان هو لما بيبدا يحرك رقبته شويه، او مثلا لو اتمرن رقبه في الجيم، وجع الكتف ده بيقل، مش بيروح خالص بس وجع الكتف ده بيقل. فده لفت انتباهنا ان ممكن المشكله ما تبقاش من كتفه بس، ممكن يبقى عنده مشكله في رقبته. فطبعا ابتدينا نسأله شوية حاجات ونوريه شوية فيديوهات يبدأ يعمل تمارين فيها معينة، يشوف الوجع هيقل ولا لا. هو كان عنده قبل كده مشكلة في الريست بتاعه، كان بيحس بتنميل، والتنميل ده بيسمع في صوابعه. ممكن يبقى في مشكلة أصلا أكبر من إن هو يبقى فيه التهاب، أو ممكن يبقى في مشكلة محملة مع الالتهاب، أو ما يكونش فيه التهاب أصلا. فاكتشفنا فعلا إن المشكلة مسمعة من رقبته، وابتدت تسمع فسمعت في دراعه. يعني المفروض إن المشكلة دي بتبقى ضغط على الأعصاب بتاعت الأعصاب اللي طالعة من الفقرات العنقية، فبتبدأ تضغط على دراعه. فالتسميع وصل لحد كتفه، ما نزلش لتحت. فافتكر ان هو التهاب. طبعا من الاعراض اول ما بيصحى من النوم بيحس بوجع وكده، فده ممكن اي حد يفتكر ان هو التهاب لو ما عملش اسسمنت لمنطقه رقبته، او لو ما عملش اسسمنت عامه شامل لجسمه، لان ممكن تبقى مشكله من فوق تسمع لتحت. فدايما عملت معايا ايه اجراءاتك بقى؟ كنا بنعمل شويه تمارين تقويات للرقبه، وكان نيرف موبلايزيشن. هي شويه تمارين بتبدا تعملها عشان العصب بيبقى عندك مشدود من ناحيتين، فانت بتحاول تقلل الضغط من على العصب بان انت تعمل حركات اللي بتضغط على العصب، بعدين تبدا تتحرك بحيث ان انت تقلل الحمل من عليها. ابتدى الوجع بتاع كتفه يقل. فاكتشفنا ان هو فعلا كان وجع كتفه ده جزء كبير منه كان مشكله اكبر تاني.